هنتكلم في الفيديو ده عن مشكلة واجهتني شخصيا في بدايتي في المجال. هو إني لما باجي أدخل على اللاب بنسى إيه المفروض أعمله أو إيه الخطوات اللي بمشي عليها وأبدأ منين. يعني مثلا مين فيكم مثلا جرب يحل لاب مع نفسه وفضل باصص لللاب كده، إذا كان طبعا على بورد سويجر أو هاكر وان أو هاكذا بوكس أيا يكن، أو أي موقع بيعمل عليه تيست، وبقى مش عارف هروح فين أو يبدأ منين أو يعمل تيست ازاي، او حتى وهو بيحل اللاب بيجي في النص كده يروح عطلان، والمشكلة دي اتكررت معاه اكتر من مرة. وممكن بسبب المشكلة دي وبسبب التكرار ده يجيله نوع من انواع الاحباط او من انواع الملل، ويقول لنفسه ان انا مش مؤهل للمجال ده وان انا بواجه مشكلة في التعلم، ويقارن نفسه بقى باللي اتعلمه المجال ده ويشوف نفسه مثلا ضعيف فيه او مش عارف يحل بنفسه. كله ده انا عديت بيه وجاي اقول لك الحل والخطوات اللي انا عملتها عشان اتخلص من المشكلة دي. وفي طريقتين موجودين، او المشكلة دي ممكن تبقى موجودة على مرحلتين مختلفين. اول مرحلة وانت بتحل اللاب خاص بثغرة معينة، على سبيل المثال مثلا ثغرة زي اللوكال فايل انكلوجن. المرحلة التانية بقى انك انت لو فعلا عارف بقى الثغرات كلها ومطبق عليها وتمام، بس جيت تدخل على موقع حقيقي او موقع تعمل عليه تيست وبرضه عرفت او اكتشفت نفسك انك انت ناسي ايه المفروض تعمله او هتبدأ ازاي في الموقع ده. فخلينا نبدأ كده في الجزء الاولاني من المشكلة، هو انك انت مش بتعرف تطبق لوحدك على ثغرة معينة وبتعطل في النص او بتعطل كتير، او لما بتيجي تدخل على اللاب ما بتعرفش وبتنسى كل حاجة. كل ثغرة انت بتحاول تدرسها لازم يكون فاهم النظري بتاعها أوي. الثغرة دي سمت ليه بالاسم ده، أو هي عبارة عن ايه. الثغرة دي ممكن الأتاكر بيوصل لإيه، بيستغلها ازاي، ايه الامباكت بتاعها، ايه الخطورة بتاعتها، بتشتغل ازاي، والطرق اللي انت ممكن تكتشفها بيها. يعني على سبيل المثال انت اخترت ثغرة انت عاوز تتعلمها، مثلا زي الدايركتري ترافيرسال. تدخل عليها هتفهم النظر بتاعها، يعني ايه دايركت ترافيرسال، ايه الخطورة بتاعتها، ممكن توصل فين، تفهم النظر والأمثلة كويس جدا. خلصت النظري وفهمته ادخل على اللاب. في مشكلة الناس بتعملها انها من أول ما تدخل على اللاب تدخل على الحل على طول. لا، ما تدخلش على حل اللاب على طول، لأن غالبا هتعطل في النص وبعدين ترجع للحل اللي موجود هنا في السولوشن أو كوميونيتي سولوشن. تمام. ف ممكن وانت مبتدئ يجيلك نوع من انواع الاحباط، انك انت كل لاب بتاخد فيه وقت و بتعطل كتير، وبسبب كده ممكن تمل او توقف خالص عن المجال اصلا. لكن نصيحتي ليك انك انت هتدخل على solution و community solution، اوكي، وهتشوف التلات فيديوهات كلهم، لان كل واحد بيشرح بطريقته، كل واحد ليه نظرته لللاب. فانت بتجمع، هو نفس الحل بس انت بتجمع نظرة التلاتة دول، انت بتجمع 3 نظرات مختلفة لللاب. طبعا هو ده لاب سهل وحله سهل، بس انا بكلمك ايه في اللابات اللي محتاجة ايه، محتاجة كذا ستيبس تعملها ومحتاجة خطوات كتير بتعملها عشان تحلها. تمام. لكن الخطوات او اللابات السهلة دي انت برضه ممكن تدخل على حل الفيديوهات او ممكن تحله بنفسك عادي، لان ده في الاول والاخر يعني يعتبر 3 خطوات وحليته. لكن في لابات تانية معقدة. تمام. الفايدة كمان التانية انك لما شفت حل اللابات، يعني خلينا متفقين انك انت ممكن تكون ثقتك في نفسك خصوصا كمبتدئ ضعيفة، فخايف تجرب بنفسك وخايف تحل بنفسك، فانت بتتوتر وبتنسى النظر وبتنسى اصلا ايه انت المفروض تعمل ايه في اللاب. تمام. في حل اللابات اللي من تحت ده بتفهمك اكتر وبتزود ثقتك في نفسك اكتر. فانت تدخل بقى ايه، تحل اللاب، حليت خلصت اللاب، ترجع ايه بقى تكمل النظري. ترجع بقى ايه بعد ما خلصت اللاب ترجع تكمل النظري، هتذاكر النظري كويس، تدخل على حل اللابات. تمام. هنا بقى هتعمل حاجتين، انت لما تدخل على حل اللابات
مثلا انت دخلت على حل اللاب ده مثلا، هتشوف برضو السولوشن والكوميونتي سولوشن، هتشوف الفيديوهات كلها. تيجي تدخل بقى لحل اللابات، قبل ما تحله جرب الحل اللاب اللي فات. يعني انت حليت اللاب اللي فات بطريقة مختلفة، جرب نفس الطريقة في اللاب الجديد اللي احنا داخلينه ده. هو غالبا مش هتشتغل معاك، بس على الأقل هيظهر لك ايرور. الايرور ده هيفهمك، او الايرور ده ممكن يوضح لك حاجة. تمام. فتجرب بقى ايه الحل الصحيح بتاع اللاب نفسه. وكل لاب انت تدخله بعد كده في الثغرة دي، جرب حلول اللابات اللي فاتت، هيظهر لك ايرور. الايرور ده من لقدام هتفيدك انت، انك انت لو بتست الثغرة دي وظهر لك الايرور ده، هتعرف ان ممكن في احتمالية انك انت لو جربت الطريقة التانية هتعرف تعملها استغلال، او هتعرف تستغل. فاهم قصدي؟ حلو. حليت اللاب بايدك بقى وجربت، جرب بقى ايه تلعب في اللاب شوية. يعني مثلا تدخل انبوت مختلف او تحله بطريقة مختلفة. تحاول مثلا لو في ايرز معين طلع لك، تحاول تفهمه وتحله بطريقة تانية. يعني اللي متابعني كويس بيشوف ان في لابات كتير انا بحلها بطريقة مختلفة عن اللابات، او عن حل اللابات المحلولة في الموقع نفسه، اذا كانت في سوليوشن او في الكوميونتي سوليوشن. وده بسبب ان انا فهمت كويس حلهم. يعني انا فهمت الحل بتاعهم كويس، وعلى اساس حلهم بدأت احل اللاب بطريقتي، بس من غير ما اطلع من قواعد الثغرة نفسها. تمام. انت كده بقى خلصت ثغرة كاملة بالنظري وحل اللابات. روح بقى ابحث عن فيديوهات او مقالات بتتكلم عن اسم الثغرة زائد البايباس بتاعها، يعني مثلا SQL injection bypass او local file inclusion bypass. تمام. الناتج من البحث ده انك هتطبق الثغرة بتاعتك او اساسيات الثغرة بتاعتك، بس في شوية فلترز او في مثلا جدار حماية بيمنعك من انك انت تنفذ الثغرة دي. فانت تحاول تعمل باي باس. بعد ما تخلص بقى ادخل بقى على ايه، على الثغرة اللي بعدها. اعمل بقى نفس اللي انت عملته ده في باقي الثغرات. ولو في ثغرة محتاجة مثلا انك انت تكون عارف حاجة معينة، روح اتعلم الحاجة دي وارجع كمل. او شوف ثغرة تانية، يعني شوف ثغرة مختلفة، بس برضه هترجع ايه للثغرة اللي كانت طالبة منك حاجة معينة دي. تحاول تتعلم الحاجة المعينة دي، وتحاول ايه تروح بقى تتعلم الثغرة على اي زي ما قلت لك من شوية. ربنا كرمك بقى وخلصت كل الثغرات اللي انت المفروض تعرفها في السايبر سايد اتاك او في الكلاينت سايد اتاك. بعد ما تخلص بقى بنفس الطريقة اللي انا قلت لك عليها دي، انت كده بقى كونت لنفسك مايند سيت. المايند سيت بتاعتك، ثقتك في نفسك كمان بقت اعلى، عندك معلومات وتولز وطرق كتير انت اتعلمتها. كده بقى انت جاهز انك تعمل تيست للموقع معين. هنا بقى ممكن تواجهك مشكلة بسيطة، ان مثلا انت واخد ثغرة معينة في موقع شغال مثلا بالبي اتش بي، بس لقيت الموقع اللي انت بتعمل عليه تيست ده شغال بالنود جي اس. فانت هتشوف الثغرة اللي انت متعلمها دي في النود جي اس بتستغل ازاي. ما تقلقش، هتبقى الطريقة سهلة ومش هتاخد منك وقت كتير. وده يعني زي ما يقولك في مقولة مشهورة كده قوي بتقولك أصعب لغة برمجة بالنسبة لك هي أول لغة تتعلمها، وبعد كده هتلاقي إيه باقي اللغات شبه بعض. تمام. شبه بعض في اللوجيك بس السنتكس مختلف. نفس المقولة هنا ممكن نطبقها على الثغرات. لو ثغرة في البي اتش بي فهمتها كويس، هتقدر تفهمها في أي لغة تانية. حلو. ده أول عقبة معانا هو اختلاف لغة الباك إند. تاني مشكلة، أنت برضو مش عارف تجرب إيه بالظبط في الموقع اللي قدامك. أنت عارف ثغرات كتير بس مش عارف تبدأ بإيه. ممكن تتنقل، يعني مثلا أنت هتلاقي مكان هتجرب فيه ثغرة معينة، وبعدين تنقل لمكان تاني وتشوف ثغرة مختلفة. فده تقريبا غلط. يعني الأفضل إنك أنت يكون معاك ميثودولوجي، يعني أنت محدد كده أهم الثغرات بالنسبة لك والأماكن بتاعتها فين، فهتروح تجربها وتحاول تعمل ايه باي باس. ده لو في يعني قطع حماية أو فلتر. خلصت منها وجبت آخرك فيها، ادخل على الثغرة التانية تعمل نفس اللي انت عملته في الثغرة الأولى لحد ما تخلص ايه الخطة اللي انت ماشي بيها. مثلا أنا هجرب الموقع ده شغال بالبي اتش بي وفي وشغال بقواعد البيانات اس كيو ال، فأنا هجرب ايه ثغرات الاس كيو ال. هجربها في اي يو ار ال بياخد
في بارامتر وبياخد انبوت، او ممكن اجربها كمان في صفحة اللوجن، ان هي برضه في authentication bypass باستخدام ال SQL injection. يعني تشوف اماكن ال SQL injection فين وتحاول تجرب او تعمل تيست. خلصت من صيغة ال SQL injection، لقيت او ملقتش، ادخل بقى ايه على الصيغة التانية مثلا اللي هي ال XSS، او تدخل على الصيغة التانية ال Local File Inclusion وتحاول تدور على الاماكن بتاعتها، وتحاول كمان تدور على البارامترز اللي انت ممكن تكون فيها الصيغة دي. لقيت بقى او ملقتش، فده توفيق من عند ربنا، بس اهم حاجة ما تيأس. تمام، تعالى بقى ايه اطبق معاك عملي بالنسبة لانك انت عارف مثلا الثغرات كلها، بس انت قدامك الموقع ومش عارف تروح فين. زي ما قلت لك، انت اهم حاجة يكون معاك الميثودولوجي بتاعتك. يعني انا هجرب ثغرة كذا ثغرة كذا، 1 2 3، على حسب ايه التكنولوجي بتاعت الموقع، وعلى حسب برضو الموقع ده شغال بقواعد بيانات ايه، مكتوب لغة ايه، حاجات زي كده يعني. تمام. فالباج بورنتي هو بيتست كل فانكشن لوحدها. يعني شاف مثلا فانكشن زي سيرش دي فهيتستها، شاف مثلا الساين اب بيتستها، شافها مثلا لو في لوج ان، صفحة لوج ان تمام زي كده مثلا برضو ايه بيتست. بس يعني اهم حاجة زي ما قلنا الميثودولوجي. انت مثلا اول حاجة تعملها، بما انك انت لقيت بي اتش بي، فانت هتجرب مثلا ثغرات الاس كول انجكشن. طبعا انت اللي محدد، يعني دي انت ممكن تحدد ثغرة تاني بس. فانت مثلا انت ممكن تجرب ثغرات الاس كول انجكشن في صفحة اللوجن دي. تحاول تعمل ايه لوجن، تحاول تعمل authentication bypass بالاس كول انجكشن. خلصت، بتحاول برضه ايه تشوف حاجات تاني بتاخد منك ايه بارامتر. يعني مثلا دخلت على البراوزر او دخلت على categories، دوست، وانت برضو ايه بتراقب الايه URL، لقيت ان ده بياخد بارامتر. بما ان هو كمان بي اتش بي، فانت تبدأ تتست ايه ثغرات ال SQL injection. تمام. بعد ما خلصت اكتشفت او ما اكتشفتش، تبدأ ايه تشوف مثلا النوع التاني. انا هعمل تيست مثلا على ثغرات ال XSS. طيب ده input، تمام، تحاول تتست الانبوت. دخلت اي حاجة لقيته طبعا معاك. طب مثلا لو دخلت كود زي مثلا HTML مثلا، هاي مثلا، تمام، وراح تدوس ايه جو، تلاقيه تنضى معاك. فكده في احتمالية انك انت تعرف تطبق اكواد جافا سكريبت. تمام. مثلا اللوكال فايل انكلوجن، انك انت مثلا لو دخلت على الكايتس برضه او الكاتيجوريز، ودوست هنا لقيت فيه صورة قدامك، دوست، بصيت كده لقيت ايه ان في احتمالية ايه ان هي بتقرا من السيرفر نفسه. تمام. فتعالى نتستها مثلا. اوكي، هتفتح مثلا البيب سويت، تروح للبروكسي، تمام، تروح على ال HTTP history. اوكي، او ايه خلينا احنا نعمل بس ايه انترسبت الاول. مثلا ندوس على اي ارتكل مثلا. احنا مش فاتحين اوكي، دوس على البيب، اعمل ايه ريفرش. احنا اكتشفنا ان هنا فيها ثغرات ال SQL injection. تمام. ممكن تكتشف ايه تاني. تمام. هتعديه مثلا تعمل forward، هتلاقي هنا برضو ايه ادي في الفايل اهو، كأنه API بيجيب فايل من على سيستم معين. تمام. فانت هتوديه الفايل ده او الريكوست ده هتوديه للريبيتر. تحاول ايه بقى تجرب مثلا ادي دوست. اوكي، طيب لو حاولت مثلا ايه تطلب الباس WD، انك انت بترجع خطوات كتير. تمام. وتكتب الايه ال etc دوت باس WD. تحاول بقى ايه تختبر، طلع لك ايرور هنا بيقول لك ان ده مش فايل. اوكي، احنا كاتبينه غلط. تمام. etc. تمام، دوس ايه جو. حلو. تمام. احنا ايه بنكتب برضو ايه الدايركتور غلط. ادي بيطلع معاك الايرور اهو، وانت بتحاول تستنتج من الايرور ده. من الايرور ده اكتشفت انك انت كاتب ايه البيلود بتاعك غلط، او الباس بتاعك غلط، فانت بتصلح فيه.
وتدوس هتلاقيه ظهر لك تاني بيقول لك ايه، ده انك انت بس مسموح لك انك انت بتقرا من الملفات دي، يعني بتقرا الملفات اللي جوه ال HG وجوه التمب وجوه البيوس. تمام. فاحنا ممكن نرجع مثلا، يعني اي صفحة مثلا بالبي اتش بي انت تقدر ايه تقراها. تمام. مثلا ليه تقراها؟ لان بقول لك هنا انك انت تقدر تقرا من ال اتش جي دبليو الفاي دبليو دبليو وجوه المسار ده. تمام. كل المسار ده او بعد الدبليو دبليو كل ملفات الموقع متخزنة هنا. فمثلا انت لو جيت عند مثلا حاجة زي كده ودوس مثلا على مثلا بروفايل مثلا في اليوزر انفو، لو خدت الملف ده عاوز تقرا مثلا اكواد الباك اند بتاعته، فانت هتلغي كله ده، ترجع للاول خالص بدل ما انت بتجيب دي، هاتلي مثلا يوزر انفو، هتلاقي كل اكواد البي اتش بي بقت عندك، كل اكواد البي اتش بي بتاعت الباك اند الخاصة بالصفحة دي بقت عندك وبتقدر تقراها. تمام. طبعا انت ممكن تطلع حاجات مهمة، ده يعتبر الباك اند كله تحت ايدك باستخدام السواء اللوكال فايل انكلوجن، مثلا زي الساين اب دي، مثلا زي اللوجن. تمام. زي صفحة اللوج ان دي، انت عاوز تشوف الكود بتاعها، طبعا مش مسموح لكنك انت تشوف الكود بتاعها. بالصيغة دي لو جربت ندوس اوكي. تمام. ادي الكود بتاعها، هتلاقي فيه اكواد HTML بس برضو هتلاقي فيه اكواد ال PHP موجودة. بس فاحنا عملنا تيست ايه، عملنا تيست ثغرات ال SQL injection، وطلعنا برضو ان في ممكن احتمال ثغرة ال SQL injection موجودة لما حطينا الدوت، ولما بحثنا لما بدأنا بقى نقلنا مثلا على ال XSS، لما بحثنا في السيرش هنا برضو كانت في احتمالية ان ممكن يبقى في ثغرة XSS. لما جينا ندخل بقى على الصور والملفات بتاعة الارتكل لقينا ان في ثغرة بتاعة اللوكال فايل انكلوجن. بس وهو كذلك، يعني انت بتكون محدد ميثودولوجي انت هتختبر اي ثغرة الاول، يعني ما تفتحش الموقع كده تشتغل عشوائي، مرة تجرب ثغرة SQL injection ومرة تجرب مثلا الثغرات موجودة في الاوثنتيكيشن او الابليكيشن ابليكيشن فلو vulnerability، حاجات زي كده يعني. فالميثودولوجي اهم حاجة، والاستمرارية كمان اهم حاجة. انك انت مثلا انت ممكن تاخد ثغرة تدرسها شوية وبعدين ترجع تبطلها تاني، فانت كده اذيت نفسك، انت كده يعتبر الوقت اللي انت قضيته في الثغرة يعتبر وقت فاضي، او يعتبر وقت ضايع. فانت اهم حاجة الاستمرارية، وانك انت بتواظب ان الثغرات اللي انت بتدرسها او كده انت محتاج تطبق عليها كل فترة برضه عشان تبقى موجودة في دماغك، لكن انت لو اهملتها فهي هتهملك. تمام. فبس هو ده كان فيديو النهاردة، يعني أتمنى إن أنا أكون أفدتك بحاجة. ما تنساش بقى تعملنا الاشتراك واللايك في القناة.